القول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم، حثالة البغي صالت فأين عهد الحواسم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شهدنا في الآونة الأخيرة فرقة الأحباش يلعبون على وتر الاعتدال، ويدعون أن الاعتدال هو الصفة التي يمتازون بها عن الجماعات الأخرى. والحقيقة أن من يجيز السرقة لا يكون معتدلا بحال من الأحوال. الأحباش يجيزون السرقة، نعم، الأحباش يجيزون سرقة غير المسلم أولا، بل ويجيزون السرقة مطلقا للمسلم أو لغير المسلم. فهذه عصابة، وكيف تتصف العصابة بصفة الاعتدال؟ نعم، هذه الحقيقة التي سوف تستمعون إليها بصوت شيخهم عبد الله الحبشي. فنبدأ بفتوى شيخهم حول جواز سرقة غير المسلم. بالنسبة للسرقة عندنا كإسلام السرقة حرام، فيجوز لنا أن نسرق أموال الكفار. الكفار أقسام، إذا كان في جار أو في بلد كافر. الكفار أقسام، كفار حربيون وكفار ذميون وكفار معاهدون. كفار المحاربين. الكفار الحربيون إن كان استأمنك على مال ترك عندك وديعة، حرام أن تأكل عليه هذه الوديعة لو كان يقاتلك بالسلاح. غير وديعة. لو جاروا كان جار بلد قرية كفار، جار قرية إسلام، جاروا أمنوا شباب الولاد يتركوا من أموالهم، بقر وكذا من زرعهم أو شيء، حلال أو حرام. كان هو الجار مثلا شيخنا لو أمنوا مثلا صار في معروف بالأمانة شكل بس بدون تأمين بالجيري وإن كان يسبب فتنة فلا يسبب. أيوة، إذا يسبب فتنة. هكذا فقط. إذا حدثت فتنة وانكشف السارق فلا تجوز السرقة. أما إذا استطاع السارق السرقة من دون حدوث فتنة فحينئذ يجوز. والحبشي حين يقسم الكفار إلى 3 أقسام: ذمي ومعاهد ومحارب، فإنه لا يرى وجود ذمي أو معاهد في هذه العصور، لا سيما في لبنان، فإن غير المسلمين في لبنان يجوز أخذ الربا منهم. وتعلمون أن الأصل في الإسلام عدم جواز الربا، لكن لأنه يعتبر غير المسلمين في لبنان حربيين يجوز حينئذ أخذ الربا منهم، لأنهم ليسوا لا ذميين ولا معاهدين بل حربيين. وأن وجود مسيحي ذمي كان قديما أيام الخلافة العثمانية وغيرها كما قال، ولم يعد له وجود اليوم. فلنستمع إلى هذا الكلام. وأخذ الربا الفائدة عنده محمد يجوز في لبنان عنده حتى يكون تقوي في لبنان وما أشبه من كل بلد يظهر فيها أحكام الكفر على الاجتهاد. وهكذا فكل من ليس مسلما في لبنان يجوز أخذ الربا منه وسرقته وسلب أموال الكفار بأي نوع من أنواع السلب ولو بطريق القمار. نعم، قد أجاز مقامرة غير المسلمين كما في كتابه صريح البيان صفحة 133 وما بعدها. أجاز لعب القمار مع غير المسلمين، بل أجاز مراهنتهم، وأجاز أي نوع من أنواع السلب يؤدي إلى سلب أموالهم، فهذا عنده جائز. وإنني أذكر قول نائبهم السابق قال: ونمد يد الخير
لجميع اللبنانيين من مسيحيين وعلمانيين، فأي يد خير تمدونها إلى المسيحيين في لبنان كما زعم نائبكم السابق؟ هل هذه يد خير أم يد لطش؟ ثم تحذرون المسيحيين من التطرف الإسلامي، كل هذا لتنالوا حظا ومنصبا، وهؤلاء لا يحلون ما تحلونه من السرقة والمراهنة والقمار. نحن نشهد أمام الله أن هذا حرام ولا يجوز. وإذا كان يجوز مقامرة الكفار وسرقتهم، لزم من ذلك تجويز خطف نسائهم لأنهن يصرن جوار عندكم، ولزم من ذلك قتل رجالهم وأسر أولادهم لأنهم أولاد حربيين، فلذلك يجوز استعبادهم. أم أنكم تعتبرونهم فقط حربيين من أجل أخذ الربا ولعب القمار والسرقة والزنا، وأما لغير ذلك فتعتبرونهم بعد ذلك مواطنين شرفاء؟ أم هي الحيلة؟ وقد علمكم شيخكم جواز الحيلة على الله، فإذا كانت الحيلة جائزة على الله فلماذا لا تجوز على البشر أيضا؟ أما سرقة الناس عامة، فقد سئل الحبشي عن رجل سرق أغراضا ثم تاب، فماذا يفعل بعد أن تاب؟ فعليكم أن تسمعوا الآن فتوى شيخهم بصوته. سؤال: إذا أحد ربح مالا في عمل وهذا العمل حرام واشترى بهذا لباسا، فماذا يفعل بهذا اللباس بعدما تعلم الشرع؟ Question: s'il y a une personne qui a acheté une chose de l'argent qu'il a gagné d'un travail qui est interdit, puis il a acheté avec cet argent-là des vêtements, qu'est-ce qu'il fait avec ces vêtements une fois qu'il a su la règle de la charia? هذه المسألة فيها تفصيل. هذه المسألة مهمة. Cette question est importante. ينبغي أن تنتبهوا. Il faudrait faire attention بحضور قلبك. avec un cœur prêt à comprendre cette affaire. لمعرفتها. Pour la bien comprendre. الذي بيده مال حرام. Celui qui a dans sa main de l'argent prohibé. إن كان من سرقة وإن كان من غير ذلك. Qu'elle soit du vol ou bien d'autres sources haram. فجاء إلى مكان تباع فيه البضائع. Il est venu dans un endroit où on vend des affaires, des choses. أو دار. Ou bien. أو دكان. Ou bien dans un magasin. فقال بكم تبيعني هذه البضاعة؟ Avec combien tu me vends telle ou telle chose? قال له بكذا. Le vendeur lui dit avec tel ou tel prix. فقال اشتريتها بهذا المبلغ. Il dit j'achète avec ce prix. قال اشتريتها بهذا المبلغ. Il a dit j'achète avec ce prix. قال ذاك خذها. Le vendeur lui a dit je suis d'accord, je te vends. هذا بعد ذلك دفع له الثمن من هذا الحرام. Après avoir fait le contrat, et il a payé à ce moment-là le prix avec cet argent qui est haram. المال حرام. Cet argent qui est prohibé. من ذلك المال الحرام دفع. De cet argent qui est prohibé, il a payé après avoir fait le contrat de vente. فهذا الشيء دخل في ملكه. إن كان ثوبا يجوز يلبسه، وإن كان سيارة يجوز أن يستعملها. وهذه فتوى فاسدة تبيح للسارق أن يتملك ما سرق وللبائع أن يبيع ما لا يملك. هذه الفتوى تبين لكم منهج الاحتيال، تبين كيف يروض هذا الرجل أتباعه على المراوغة وعلى السرقة. فيكفي لهذا الذي سرق أن يذهب بهذه الأغراض إلى بائع ويقول له كم تبيعني هذه الأغراض، فيقدر البائع الذي لم يبيعه هذه الأغراض يقدر له الثمن، ثم يبيعه البائع المسروقات فيعطيه السارق شيئا من المال، فتصير هذه الأغراض في ملكه. إن كانت سيارة يجوز أن يقتنيها، إن كان مالا يجوز أن يحوزه. هذه الفتوى أخطر من الفتوى التي سبقتها والتي سمعتموها، لأنه لا يجيز فيها السرقة، إذ لو كان المسروق كافرا لجاز سلب أمواله بالربا أو بالقمار أو بالرهان،
لكنه هنا لا يجيز السرقة، وإنما يجيز التحيل لجعل المسروقات ملكا مشروعا. كل هذا والله لا يعلم ما يجري، فيحكم الله على المسروقات بأنها صارت ملكا حلالا من غير أن يطلع الله بنظرهم على ما يجري في ضمائرهم وفي نياتهم. أنا مسلم من مسلمي لبنان، وأنادي غير المسلمين في هذا البلد إن هذا هو التطرف بعينه، هذه هي المخادعة والمراوغة، وأبناء المسلمين براء من هذه الفتوى الضالة. وأنادي المسؤولين بضرورة التنبه من خطورة هذه الفتوى، فإنها تربي أجيالا على السرقة واستحلال أموال الآخرين في الوقت الذي يخدعون الناس ويتظاهرون فيه بالاعتدال المزعوم. وأتوجه إلى سماحة مفتي لبنان وأطلب منه أن يبين حقيقة هذا الأمر، وأنه أمر غير جائز في الإسلام، حتى لا يشوه الإسلام عن طريق هؤلاء. إننا نبرأ إلى الله وأمام الناس ممن يرتكبون ما حرم الله بأدنى الحيل. وبالرغم من الاختلاف بيننا وبين المسيحيين في الدين والملة، فإننا نقول ليس هذا هو عدل الإسلام. فلم يعهد عن نبينا وأصحابه بالرغم من خوضهم للحروب أنهم كانوا يسرقون أعداءهم، وكان الصحابة يعيشون بين اليهود في المدينة ولم يعرف عنهم أنهم كانوا يسلبونهم المال بطريق الغدر، ولم يكن أحد من الصحابة يقامر اليهود أو المشركين أو يراهنهم. ولقد كان بإمكان خباب بن الأرت أن يغدر لما كان أسيرا بمكة فيقتل ولده أو ولد عدوه الذي كان بين أحضانه، وكان الموس بيده، وكان أسيرا في بيت عدوه، لكنه لم يفعل، وقال: أتخافين علي أن أقتله؟ إنا نهينا عن الغيلة، أي قد نهينا عن الغدر. تلك تعاليم الإسلام. لقد قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يدفعكم بغضكم لقوم، كراهيتكم لهم أو بغيهم عليكم، أن تعدلوا فيهم وتحكموا فيهم بحكم الله العدل، وذلك أقرب لتقوى الله عز وجل. هذه أخلاق الإسلام. أبات نذود ذود القشاع، نحن الذي